اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير مع حلقة جديدة من سلسلة تسمين الفرخ البلدي والساسو. هنقول حاجات جديدة تتقال لأول مرة للحفاظ على مناعة الفراخ في الجو اللي احنا فيه ده. سمعت من ناس وبرضو عرفت من التعليقات ان في مرض فيروسي منتشر. احنا ناخد الاحتياطات، انا ما بخوفكمش بس ناخد الاحتياطات عشان نحافظ على الفراخ اللي عندنا اللي متكلفة برضو. كمان هنعرف ازاي نسمن الطيور بتاعتنا وخاصة الفراخ بأقل التكاليف، وايه هي نوعيات الطيور اللي نجيبها اللي تستهلك اللي احنا نقدمه لها، يعني مش شرط علف لنهاية دورة التسمين. خلونا بس قبل ما نبدأ حلقة النهاردة متنساش نصلي على أشرف الخلق أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لايكاتكم الجميلة بقى لحلقة النهاردة، واللي بتشاهدنا لأول مرة اشتركي بالقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا يا جماعة، الأول هنعرف أعمار الفراخ بتاعتنا. اللي متابعني على القناة في دورة التسمين دي طبعا عارفين إن أنا جبت الفرخ البلدي 2/5 الشهر اللي فات، 2/5، وجبت بعده الفرخ الساسو حوالي 8/5 9/5. يعني الفرخ البلدي عامل دلوقتي في حدود 44 45 يوم، والفرخ الساسو داخل على 40 يوم أو مقفل 40 يوم. النهاردة 19/6. بسم الله ما شاء الله. الفرخ الساسو يتذبح منه دلوقتي الله اكبر الله اكبر عدى في عامل 2 كيلو 200 جرام، وفي 2 كيلو و100 جرام، وفي اقل يعني في اقل حاجه بسيطه يعني من الاوزان دي، بس كلها فوق ال 2 كيلو بالنسبه للفرخ الساسو. وعايزه تذبحي منه وصل للوزن ده تذبحي ما فيش اي مشكله، بس كل ما قاعده عندك اكتر كل ما شال اوزان احسن واحلى، وكمان الطعم بقى احلى. الفرخ الساسو يا جماعه طعمه قريب للبلدي، مش زي الفرخ الابيض خالص. بسم الله ما شاء الله، شربته مسكره، طعمه جميل، بيستحمل الحراره وبيستحمل البروده وبياكل اي حاجه. يعني مثلا من عمر ال30 يوم كسر العيش الناشف بياكله كده. يعني انت لو حاطه عيش ناشف على جنب هتلاقيه كله وبيشرب ميه، ياكل ويشرب ميه. كسر الرز الغله الذره العويجه الشامي مع العلف، طبعا ما بنمنعش العلف عشان احنا عايزين تسمين سريع. بسم الله ما شاء الله بياكل كل حاجه. بواقي اكل البيت من بعد 45 يوم عادي جدا، بس شرط تكون بواقي اكل البيت مش بايظه. يعني ما تحطيش عندك مثلا بواقي اكل البيت من بالليل للصبح في الجو الحر ده وتبوظ منك. حطيها في نفس الوقت بعد الاكل مباشره. البواقي طبعا، او لو جمعتي كميه بالليل تطلعيهم للفراخ بالليل وتفتحي النور الابيض شويه ياكلوا، وبعد كده تقفليه تاني. اهم حاجه ان الاكل اللي انت بتقدميه للفراخ بتاعتك ما يبوظش. تاني حاجه اكلي عينات. انا قصده ان انا اكلهم من علافه واحده علشان كل فرخ ياكل كميه بسيطه من العلف في الحر اللي احنا فيه ده. ما تحطيش بقى علفتين وكميه علف كتير وتلكمي الطيور وتقولي يا هاكل بقى عشان اخد بقى اوزان عاليه بسرعه. لا، في الحر ده بياخد كفايته من جزء بسيط جدا جدا، ولو زاد عن كفايته بيسبب اجهاد حراري، بيسبب اختناق، بيسبب مشاكل كتيرة احنا في غنى عنها برضو خاصة بالهضم في الصيف. طيب نأكل عينات، ما نأكلش طيور 24 ساعة، وجبة الصبح ووجبة بعد العصر بساعتين. المية تتغير باستمرار زي ما انتوا شايفين كده. لازم تحطي عسل اسود يوم، طحينة يوم، فيتامينات يوم، سيلينيوم يوم. زي ما قلت لكم وصفات رفع المناعة اللي هي رفع المناعة البيطري او البشري مع مضاد الفيروسات اللي هو الكلور، ربع معلقة صغيرة على اللتر مية. برضو تستمري عليها على الاقل مرتين كوقاية في الاسبوع. تقدمي بقى مغلي النعناع، تقدمي الليمون. يعني كل يوم كده على المية لازم تحطي حاجة علشان الطيور بتاعتك ما تكونش مفرهدة او مش نشيطة او كسلانة. كل الحاجات دي بتأثر. يعني المية ما تخليهاش مية بيضة طول ما احنا الطيور بتاعتنا لسه صغير. الله اكبر الله اكبر، زي ما بقول لكم كده الساسو يتذبح منه دلوقتي. طب والبلدي؟ البلدي لا، انت لو عايزه البلدي يتذبح منه على الاقل الفرخ يكون معدي كيلو 200 جرام عشان تلاقي كده حاجه حلوه وتذبحيه بدري، ما تقعدوش عندك كتير. الفراخ البلدي كل ما تقعد عندك كتير بتعضم واللحمه بتاعتها بتنشف وتبقى مش حلوه. انسب وقت لده الفراخ البلدي الديوك البلدي معاكي من عمر 55 يوم لعمر 60 يوم او 65 يوم اخر حاجه، علشان تاخدي حاجه بسم الله ما شاء الله فراخ حشو، حاجه جميله جدا، شموت صغيره. هتدعي لي يعني بعد ما تدوقيها طبعا بالطريقه اللي احنا مربيين بيها. الفراخ دلوقتي في العمر ده ارمي لها بقى اي حاجه، ارمي اي حاجه، بس شرط تكون على هيئه حبوب، حاجه ناشفه، ما تبسيش الاكل للفراخ علشان ما يربيش ديدان.
في نفس الوقت ما تمنعيش العلف النامي اللي هو الحبة الخشنة للفراخ بتاعتك، علشان احنا عايزين تسمين. لكن انت لو عادي مش فارق معاكي، يعني الفرخ بتاعك يعني بتأسسيه البرابر الموجودة او اي نوع من انواع الدواجن عندك بتأسسيه الانتاج البيض، لا ما يفرقش بقى اي حاجة. ممكن شوية عيش على سرس على رده على صدف على ذرة رفيعة على غلة على بواقي اكل بيت على كرات مقطع على برسيم مقطع صغير على بصل متقطع احيانا، يعني ما تكتريش من استخدام البصل. احنا قلنا في الصيف البصل ما نكترش، بس من الحاجات يعني اهو يعتبر مضاد حيوي طبيعي، بس ما تكتريش منه يعني في الصيف. في الشتاء ماشي ما فيش مشكله البصل والثوم. نوعي للفرخ، لو نوعتي كل يوم تطلعي له بحاجه مع وجبتين غير مشبعين هتلاقيه نسى في الاكل وانت واقفه زي ما انتم شايفين كده، وبسم الله ما شاء الله الله اكبر، هتلاقي الاوزان 100 100. تحويل بتاع الفرخ الساس، وطبعا اعلى من تحويل الفرخ البلدي. الفرخ البلدي اكبر من الساس هنا، بس هتلاحظوا ان الساس وبسم الله ما شاء الله يعني ايه فرق، لان الفرخ ده طبيعته تسمين يعني خاص يعني في سلالات خاصه للتسمين بشكل كبير، وفي سلالات تانية خاصه بانتاج البيض. طيب ينفع نقعد الساس وناخد منه انتاج بيض؟ هتاخدي كل حاجه، بس مش مثالي قوي في انتاج البيض. في انواع تانية هايله جدا زي الجميزي البياض، زي الفرخ المشعر، زي الفرخ الهجين، زي البلدي الحر. كل الانواع دي هايله جدا في انتاج البيض. تمام. زي مثلا حد بيقول الفراخ البيضه ممكن نقعدها وناخد منها بيض. الفراخ البيضه تسمين يا جماعه، برضو مش خاصه بانتاج البيض. ده البيض الوزاره اللي احنا بنجيبه من بره ده بناخده من سلالات تجاريه بيضه وحمراء، سلالات تجاريه بعيده خالص عن الفرخ التسمين اللي هو الروس والكب والقرب والافيان والاي ار وكل الحاجات دي. لا، تسمين حاجة والتجاري البياض حاجة تانية خالص. التجاري زي مثلا اللهمن، زي الليج هورن. اللهمن فيه ابيض واحمر، والليج هورن فيه ابيض وابيض في اسود، وفي البوفينز. في انواع كتيرة جدا جدا واسامي كتيرة جدا في السلالات التجارية، علشان والايزا براون. لا، في انواع لو قعدت هقول لكم على انواع كتيرة جدا خاصة بانتاج البيض الابيض والاحمر. تمام. المهم خلينا في الفراخ اللي عندنا دلوقتي. انا سمعت كذا شكوى على القناة ان الطيور بيحصل لها زرق ابيض فاصفر او اخضر فاصفر، او بيبتدي بزرق ابيض والطيور تعبانه. ده المرض الفيروسي النيوكاسل يا جماعه، ده مرض فيروسي تنفسي. طيب نعمل ايه لما نلاحظ على طيورنا كده؟ الاول نتخلص من الحالات النافق المصاب، نعزله المكان، نطهره، ننزل جرعه رافع مناعه، وبالليل جرعه مضاد فيروسي. هنضطر ان احنا في البدايه ندي حاجه بسيطه جدا جدا من الانروفلوكساسين البيطري اللي هو خاص بالسلمونيلا، برضو علشان المرض الفيروسي ده بيكون داخل معاه المرض المعوي، فنسيطر برضو على الميكروبات السلبة اللي موجودة في الطيور. فندي جرعة انروفلوكساسين حوالي نص معلقة صغيرة على اللتر مية، ونستمر عليها مع استخدام الفيتامينات وروافع المناعة والمضادات الفيروسية. وكمان نشغل النور حوالي 3 ساعات بالليل على الفراخ، ونهتم بالتدفئة شوية شوية. يعني هو الجو ايوه حر، بس الفرخ بيكون كمشان وتيار الهواء اللي بيدخله بيكون مأثر عليه. نسيب فتحة تهوية بسيطة، بس ما نكتمش. يكونوا موجودين في عشة زي كده مع فتحة بسيطة وفي تهوية غير مباشرة، ولو كانت الفتحة كبيرة نقللها، يعني ده اهم شيء، وبالذات بالليل. وتروحي رافعة او مخلية الشمس تدخل لهم في النهار، مفيش اي مشكلة. تمام. لكن ما تطلعهمش بره، علشان لو عندك رومي عندك طيور تانية، الطيور التانية ما تتعديش. تمام. عشان النيوكاسل معدي بين الطيور وبعضها. الطيور بقت كويسة الحمد لله. ما لقيتيش ان نتيجة جت في ظرف 5 ايام مع الطيور بتاعتك هتذبحي وما فيش اي قلق خالص على الاستهلاك. كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي فتره سحبها سريعه جدا، وفي رافع المناعه والمضاد الفيروسي لا يذكر، ما فيش ايام اصلا. وابدحي الطيور بتاعتك واغليها كويس، ما فيش اي مشاكل خالص على المستهلك. تمام.
الطيور بتاعتنا بسم الله ما شاء الله لحد النهارده الله اكبر الله اكبر زي الفل، مفيش اي مشاكل. لو في مشاكل خاصه بالتحويل او الاوزان شوفي اذا كانت الطيور بتاعتك في طفيل الكوكسيديا موجود، يعني مرض الكوكسيديا موجود على الجيب، نزلي مضادات الكوكسيديا زي الامبرول او الامبروليم او الكوكسيكيور. لو في ديدان اسقي شيح باستمرار باستمرار باستمرار، نضفي المكان باستمرار باستمرار، هتلاقي الطيور بتاعتك رجع بان عليها الوزن تاني. واكلي وما تمنعيش العلف لو انت عايزه تسمين سريع. ولو في استفسار عن اي حاجه تانية اكتبي لي في التعليقات، هرد عليكي في اي وقت. اتمنى اكون افدتكم من خلال حلقه النهارده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.